الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق. شايفين الحنية في التعامل. وقال عليه الصلاة والسلام: شر الناس الضيق على أهله. فقلنا: من الضيق على أهلي يا رسول الله؟ قال: الذي إذا دخل بيته خشعت المرأة وفر الولد، فإذا خرج ضحكت المرأة واستأنس أهل بيته. يا نهار أبيض! لما نسمع صوت المفتاح كده يترعب. ده شر الناس. واللي لما نسمع صوت المفتاح نقول: بابا جه بابا جه، ده دافع الثمن، ثمن التواجد بروحه مع الولاد ومع مراته اللي الولاد بيتعلموا منه يعني ايه حب ومودة ورحمة. ثمن مش سهل، بس كل اب يستاهل انه يعيش وهو دافع الثمن. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى صباح كده خفيف، بروتين خفيف كده، بتمنى ان هو يعجبكم. بس انتوا عارفين بقى حبايب قلبي اللي عندي يحطوا لي كده ويثبتوا لي حضورهم باللايك الجميل من ايديهم والتعليقات الحلوه اللي بحب اسمعها. ربنا يخليكم ليا يا رب، اللهم امين. واللي لسه جديدة عندي ومشتركة، اهلا بيكي، نورتي بيت اختك امونة. اضغطي بقى على اشتراك وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا، وتكوني كده من ضمن العيلة بتاعتنا الجميلة دي. احلى عيلة واحلى اخوات واحلى ناس في الدنيا. ربنا يديم محبتكم ليا يا رب. النهارده بقى هنعمل ايه؟ صحيت من النوم لقيت الشمس جامده، كنت منشره الغسيل ما لميتهوش بقى اخر النهار، فقلت يلا يا بنتي لمي الغسيل وطبقيه. انتوا عارفين تطبيق الغسيل وغسله ولم دولت هم لوحدهم شغلانه لوحدهم. قلت يلا بالمرة ناخد البلكونة بقى، لقيتها مطربة كلها. انتوا عارفين ان انا عندي مباني جنبي، فقلت لا، خدي البلكونة ونضفيها وفوقيها كده. حسيت ان الزرع كله فيه تراب، وحسيت الدنيا كلها تراب. خدت بقى المقشة بتاعتي ونفضت الزرع كله، ما خليتش فيه ولا تراباية كده، والتراب اللي نزل على الارض كله لميته زي ما انتوا شايفين وكنسته. قلنا نفوق كده من بره لجوه عشان الدنيا تبقى تمام. ما هو ما ينفعش يبقى من جوه نضيف كده ونسيب بره الدنيا كلها مطربة. والله انا لو طول اشيل الستاره ديت كنت شلتها وغسلتها كمان، بس انا في السادس وانتوا شايفين مفيش حاجه كده الواحد يطلع عليها. الواحد يخاف يعني ما جازفش بنفسي علشان الخطوه دي. هشوف اي حد باذن الله على اخر بقى الصيف، خلي دي تاخد الصيف وبهدلت الصيف كله، وكمان لانها اتقطعت. انا عندي في الشتاء الهوا بيبقى جامد جدا لدرجه انه بيطير الستاير. ما بقاش عارفه ابقى ماسكه الستاير وربطها في الحديد، بيقطع الستاير من الحديد. فخلينا بقى ناخد البهدله بتاعه الصيف كله، وعلى اول الشتاء باذن الله نكون جبنا حد وركب لنا بقى ستاير جديده ونظيفه علشان تستحمل الشتويه اللي جايه باذن الله، لو عشنا وبقالنا عمر. خدتها بقى مسكتها البلكونه كنستها ورشيت عليها الميه، رشيت على الزرع كله. بس انا الاول بالمقشه اللي انا ماسكاها دي نزلت التراب كله اللي على الزرع، وكبيت عليه بقى ميه وخليت الدنيا زي الفل. ما كترتش بقى في الميه اللي على الزرع دي، علشان انا في عمال عندي واقفين في الشارع تحت وشغالين، فحرام يعني الواحد استحرم ان هو يغرق الدنيا ويغرقهم، كفايه الحر اللي هم فيه. فروحت واخده بعضي بقى وكنساها ورشه الميه ودعكاها وخليتها زي الفل. طول عمري كان نفسي في بلكونه كبيره يا بنات. انا في بيت اهلي كان عندي بلكونه كانت على الشارعين، لفه كده على الشارعين، بس كانت ضيقه قوي. فكنت دايما اتمنى ان انا تجيلي بلكونه تكون واسعه كده واقعد فيها. اول ما اتجوزت طبعا اتجوزت في بيت العيله برضو، كانت البلكونه بقى صغيره وضيقه يعني ما حصلتش حتى بتاعتنا. فجيت هنا دي واسعه ما شاء الله، هي واسعه حلوه بس صغيره. صغيره يا دوب حاطه فيها الفرن الغاز، يعني لو ما كنتش حاطه فيها الفرن الغاز كنت خليت لكم البلكونه دي جنه. انا الركن ده بس كده اللي عامله لي القعده، والفرن زي ما انتم شايفينه اهو جنبيه الانبوبه. احب بقى اخبز، اعمل فطير، اعمل قرص، اعمل حاجات رمضان الحلوه كلها. ندس بقى الرز المعمر، ده بيبقى اوفر واسهل كمان واسرع من البوتاجاز اللي عندي جوه.
فخلصنا بقى البلكونه وفرشناها وخليناها زي الفل كده. ودخلت بقى على تطبيق الهدوم. لما تعوزي تحطي مثلا تطبقي هدوم، حطيه في الصاله. انا خدته من البلكونه، حطيته على الركنه كده، داخله طالعه عليه. قلت له لا انت مضايقني. فدي الطريقه الوحيده اللي تشجعك والله، هي دي الطريقه الوحيده اللي تشجعك ان انت تطبقي الغسيل بتاعك، ما تسيبيهوش لتاني يوم. عارفه لو دخلتيه اوضه الاطفال هتركنيه على السرير، هتركنيه على حته تانية وتنيمي العيال. في اوضتك نفس النظام. لكن في الصاله كده لو حطيتيه على الانتريه ولا على الركنه، في الرايحه وفي الجايه كده اللي هيشوفه هيقولك لمي الغسيل ده، طبقي الغسيل ده. او انت مش يعني في الرايحه وفي الجايه كده مش هتستحملي شكله طول النهار، فهتطبقيه غصب عنك. فده احسن مكان تحطي فيه الغسيل علشان يتطبق. انا من الناس اللي ما بحبش والله الغسيل، رغم ان انا عندي كمية غسيل. وانا كنت اول ما اتجوزت كنت جايبة طبعا الغسالة النص اوتوماتيك، ودي بقى كنت بشطف وبغسل وبعمل عليها كل حاجة. بس والله العظيم لما وقفت مني، وكنت بعد كده بغسل الهدوم على ايدي، او عندي واحدة صغيرة اللي هي البيبي ما بتنضفش قد كده، عرفت قيمة الغسالة. وان الواحدة يكون عندها غسالة ان شاء الله نص اوتوماتيك حتى، ولا اي حاجه ان شاء الله. الغسالات البرميل دي اللي بتبقى ب... ما بتشطفش ولا بتعمل اي حاجه، والله دي كانت احلى غساله. كانت عند والدتي الاول، وكانت بتخلي الغسيل زي الفل. دلوقتي لما ربنا اكرم الواحد وجبت بقى اللي هي فوق اوتوماتيك، انا كلهم نصحوني وقالوا لي بلاش الفول اوتوماتيك، خليكي في الايه الفوق اوتوماتيك. والله الاوتوماتيك كانت حلوه برضو يا ولاد. انا برضو ايه اللي ساعات بجري كده، انا قلت عشان المسحوق غالي وهفضل بقى ربط نفسي على مسحوق معين. خليكي يا بنتي في الفوق اوتوماتيك، بتستخدم اي مسحوق، وممكن تاخدي مثلا ايه الالوان مع بعضها، الدورتين مع بعض زي ما انت عايزه، الابيض مع الالوان مش هتقول لا. بس انا برضو الفواتح بحطها لوحدها، والالوان برضو بحطها لوحدها وما بتقلش عليها. خلصنا بقى الغسيل ودخلناه كده، حطيناه في اوضه العيال. هو كانت اغلبيته هدوم اصلا العيال كمان، والملايات بتاعه اوضتهم. ودخلت بقى على المواعين، قلت اشوف المطبخ بتاعي قبل ما الكل يصحى كده، والدنيا بقى إيه تتراكم على دماغي. وانا اول ما هخلص معاكم وهنفطر هاخد بعضي واروح على الدروس على طول. انا لغايه هنا ما كنتش فطرت لان العيال كانوا نايمين. اخدت الحبايه بتاعتي وقلت يا بنتي ايه استني لما العيال يصحوا وايه افطري مع بعض، بدل ما تفطري لوحدك زي كل يوم. فقلت اشوف الامور البيت الاول كلها الصبح كده، وبعد كده بقى العيال تصحى نفطر سوا، ونشوف بقى يومنا من الاول. رايحه مكاتب هجيب كتب، وبعد كده نروح دروس. ربنا يقوي كل واحده يا رب، ويقوي كل بني ادم على قد شيلته. اللهم امين يا ربي. ربنا يرزق الجميع ويرزقكم بالخير والبركه في بيوتكم، اللهم امين يا رب. ويقوي كل واحد على الشيله اللي هو شايلها، اللهم امين. كان في تعليق امبارح حبيت ان انا بس اقوله. لما انا نزلت الفيديو بتاع بالليل يا بنات، ايه رأيكم ننزل واحد الصبح وواحد بالليل كده؟ حاسه ان انا عايزه اتنشط كده واشغل القناه. نفسي اقبض من القناه بصراحه، يعني مش هكدب عليكم يعني واقول لكم والله نفسي اقبض منها. انا بقالي 3 سنين شغاله وما خدتش منها ولا جنيه، فنفسي اقبض بقى. فقلت يا بنتي التزمي كده واشتغلي، وان شاء الله ربنا هيكرمك. واديكي بتعملي قرش لولادك، بتساعدي في اي حاجه في البيت. ما اوعوا تستهونوا بان اي واحده حتى لو انتوا شايفين ان ظروفها كويسه، ان هي لدم بتعمل حاجه تدخل لها رزق، فهي اكيد هي محتاجه الرزق ده. ومش شرط انها تبين كل شويه وتقول هي محتاجاه او لا. فربنا يرزق الجميع، وده طبعا الرزق ده بتاع ربنا. انا ممكن اشتغل سنتين 3 4 10 وما اخدش، وممكن في مثلا في مره واحده بس كده ربنا يرزقني. وربنا طبعا ما بينساش تعب اي حد. فنسيب بقى اللي احنا بنقوله ده، وعايزه اقول التعليق اللي جالي امبارح على الفيديو اللي انا نزلته بالليل. كانت قايله لي انت محسساني يا امونه ان انت بتتكلمي عني بالظبط لما انا كنت بتكلم في الفيديو بتاع بالليل. اللي ما دخلهوش يشوفه، يعني اللي لسه من حبايب امونه وبيتابعوا فيديوهات، انا نزلت فيديو بالليل الساعه 8 قبل ده بالظبط. فاللي ما شافوش يدخل يشوفه، في كلام حلو كده مهم اسمعوه، وفيديو حلو برضو تحفيزي كده، وعملنا فيه غدا وزي الفل. فهي قالت لي انت بتحكي عني بالظبط، انا نفس النظام، وبعت ذهبي وصرفت على تعبي وصرفت كل حاجة عندي، وكل حاجة اتبدلت في يوم وليلة.
احب اقولك يا حبيبة قلبي ربنا يعينك يا رب، وربنا يرزقك. انا بس طالعة اعلق على التعليق بتاعك علشان اي حد يسمعني يدعيلك دعوة حلوة في الكومنتات، ان ربنا يطبطب على قلبك ويرزقك ويعوضك اللي انتي خسرتيه كله في صحتك وفي مالك وفي ذهبك وفي كل حاجة. واحمدي ربنا وخليكي قد الابتلاء اللي ربنا ابتلاكي بيه ده. ربنا ما بيبتليش حد كده بالساهل غير لما يكون عايز يفوقه من حاجة او هيديه اكتر من اللي كان بيتمناه. فخليه دايما ثقتك في الله كبيرة، وربنا رحمته واسعة اكبر من اي حد، اكبر من اي حد بتتكلمي معاه او بتحكي له اي حاجة عنك. والله ربنا يا حبيبة قلبي رحمته واسعة، ان شاء الله يعوضك ويعوضني ويعوض الكل. قولي بس يا رب وان شاء الله ربنا هيديكي من وسع. وخليكي فاكرة، ويمكن تكون التعليق بتاعك ده سبب في ان اي حد يدعيلك اي دعوة حلوة توصل لربنا يرفع عنك البلاء ده ويرزقك من وسع. اللهم يا رب يرزقك من وسع، وربنا يجعل في بيوتكم البركة ويديكم اللي انتوا عايزينه كله. كل اخواتي حبايبي المتابعين ربنا يديني ويديكم يا رب. واللي لسه ما اتجوزتش ربنا يديك الزوج الصالح، اهم شيء الزوج الصالح مش اي زوج وخلاص. لان في جوازة تندمي عليها تقولي يا ريتني كنت قعدت احسن من غير جواز. على الاقل شايلة هم نفسي بس، مش تطلعي منها كده شايلة هم بيت وعيال وايجار ومصاريف واكل وشرب وهو سي السيد كده ولا همه. ولا همه انت بتعملي ايه ولا بتخلي ايه ولا بتجيبي منين، بتستلفي ولا ما بتستلفيش. فربنا يرزقك بالزوج الصالح اللي يعوضك عن السنين اللي انت استنيتيها، ويعوضك عن ال كسرة القلب اللي انت كنت فيها لغاية ما ربنا رزقك بالزوج الصالح والأولاد. واللي ربنا ما رزقهوش بأولاد ربنا يرزقكم اللهم أمين يا رب بالأولاد وبالذرية الصالحة اللي تكون سند وعون ليكم. اللهم أمين يا رب العالمين. يطرح في بيوتكم البركة والخير والسعادة وراحة البال يا ولاد، لأن راحة البال أهم من كل شيء. انا غير جبت بقى المواعين، انتوا زي ما قلت لكم امبارح انا رغايه، بس حبيت بس ادعي لها دعوه حلوه من قلبي. وكل اللي يشوف الفيديو ويوصل معايا لغايه هنا يدعي لها دعوه بقلبها ان ربنا يعوضها خير في اللي خسرته ويديها الصحه، وان هو يرزقها اللهم امين يا رب، ويرزقكم انتوا كمان. فخلصنا بقى المواعين وخلصت الحوض، كان عندي شوية المواعين دي بقى كانت عندي من امبارح، من بعد العشاء بقى ومن بعد البليلة. فكله بقى اكل وعملوا لي اطباق ومعالق، فقلت الصبح اغسلهم. انا خلاص تعبت كده فصلت بالليل، كمان قعدت اذاكر للعيال شوية، فقلت خلاص انا كده فصلت. عملت كوباية اليانسون ورحت داخلة على السرير ودمتم. محدش شافني بقى لغاية الصبح. فهو ده يومي باختصار يعني. جيت لقيت برضو البوتاجاز كله بقى ايه فيه شوية لبن زي ما انتوا شايفين كده، او حليب زي ما بتقولوا، من مكان بقى البليلة. والعيال كانت بتغرف لنفسها بالليل فكانوا حايسين البوتاجاز، انا كنت سايباه نضيف. فقلت يلا خديه دعكة خفيفة، هو مش محتاج اي حاجة، هو نضيف زي الفل. هو مكان بس اللي هم بيغرفوا الاولاد بالليل، فدلقوا بس شوية حليب على البوتاجاز. فقلت لا احنا منضفينه تنظيفة حلوة امبارح، فخلاص بس همسحه المسحة دي بس مش اكتر عشان ما تقلش على نفسي على الصبح شغل كتير، لان لسه ورانا نزول ولسه ورانا غدا هنعمله. وان شاء الله باذن الله احاول اصور لكم وانزل لكم برضو فيديو على بالليل على الساعة 10 كده، اكون نزلت الفيديو واتغدينا ومنتجته. وان شاء الله باذن الله ربنا يسعدكم يا رب، اللهم امين يا رب. وتفضلوا دايما جنبي وتفضلوا دايما في ظهري. انا مش عارفه مش لاقيه كلام اقول لكم والله. عامه انا بفتح التليفون لما باجي اسجل وبصوا بفتح المايك بتاعي التسجيل، وانا بقى واللي يطلع مني ما بحددش اي حاجه والله، وما بحضرش اي حاجه اقولها. يعني انا اللي يطلع مني زي اللي يطلع بقى، حلو بقى وحش مترتب مش مترتب متعاد كذا مرة، اخواتي حبايبي هيستحملوني وهيحبوني زي ما انا. فخلصت كده البوتاجاز وخليته زي الفل. كمان يا ولاد كنت بفكر اطلع، بس قولولي ايه رأيكم. والله انا بفكر ان انا هي فكرة،
وكتبتها على المنتدى بتاع القناة. قلت ايه رأيكم يا بنات نطلع بس حتى لو يوم في الاسبوع، يوم الخميس مثلا، نعمل مثلا حاجة حلوة مع بعض، اكلة خفيفة كده مع بعض في المطبخ. وانا طبعا مش هظهر فيها، بس هحاول على قد ما اقدر يعني ايه ان هو يكون نعمل حاجة مع بعض كده، وتسألوني في اللي انتوا عايزينه، واجاوب عليكم بقى ايه يعني ايه بالصوت والصورة كده، اجاوب عليكم. هنا بقول لكم شايفين النضارة، مطرح ما باجي من بره بدخل على المطبخ على طول، اول حاجة رجلي بتجيبها هي المطبخ على طول. فقولوا لي ايه رأيكم بقى في الكومنتات على الحكاية ديت. نعمل بس كده كل يوم خميس مثلا بالليل بعد الغدا مثلا نطلع نعمل حاجة حلوة مع بعض، او نقعد في البلكونة ندردش مع بعض. قولوا لي رأيكم، مع ان انا خايفة اصلا من الفضايح اللي عندي، واتفضح قدام الدنيا بحالها من صوت العيال وصوت العيال. فقولوا لي رأيكم. هنا خلاص بقى انا كنت خلصت المطبخ وخليته زي الفل، الرخامة بقت زي الفل، ومسحت كل حاجة والبوتاجاز وكمان الحوض، وخليت الدنيا رايقة وتمام. وده كان روتيني الصبح. يا رب يعجبكم، واشوفكم بقى في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.